اهلا بيكم، معاكم شهاب خالد، والكلام على ايه؟ الحفله دي انا ضد الغائها تماما. بتاعت ترافيس سكوت. ناس كتير بدأت تهاجم وتعترض وتطالب بإلغاء الحفلة عشان لا مؤاخذة سمعة حفلات ترافيس مش ولا بد. هل هو منضم للكيان الماسوني أم لا؟ كلامي النهارده عن حفلة ترافيس سكوت واخر التطورات اللي وصلنا ليها. وبيني وبينكم انا معرفش الحفلة دي هتتعمل ولا لا. خلينا نوجه كلامنا لجهة واحدة وهي النقابة، لان هي بالنسبة لي المسؤول الاول والاخير للمصيبة السوداء اللي احنا واقعين فيها دلوقتي. شكلنا في العالم كله سيء 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 سيء، خصوصا لما سمعت المداخلة بتاعت نقيب الموسيقيين الأستاذ مصطفى كامل الشهير بأغنية قشطة يابا. قشطة يا عمي. وهو فعلا المداخلة بتاعته كانت بالنسبة لي قشطة جدا. أنا مش فاهم منك أي حاجة. فقلت لهم طب يا جماعة تمام، في حاجة، في مشكلة؟ قالوا لا مفيش مشكلة، يلا رخصنا. بس لفت نظري كذا حاجة مهمة. لفت نظري كلمة ويجز ومروان بابلو، الاتنين ما عملوش كارنيه نقابة. فالتعامل هنا مع فنان زي ترافيس سكوت، لو انت يا نقيب الموسيقيين ما تعرفش مين ترافيس سكوت، فترافيس سكوت ده اشهر مغني راب او تراب في امريكا، يا رب يا رب. ومن اعلى الاجور الفنية للشركة اللي بتنظم الحفلات بتاعته. يعني هو بيبقى بياخد بالملايين، زي ما كان احد المسؤولين المنظمين للحفله كان عمل مداخله مع الاستاذ عمرو اديب، وكان بيقول ان الراجل ده اجره ملايين وشعبيته كبيره جدا، وهو لحد دلوقتي بيتعامل باسلوب احترافي. والسي اي اي بيسال الراجل بيقول له انت في ايه حاصل معاك؟ انت الحفله بتتلغي ليه؟ هو عمال يعدي في الدنيا وبيقول دي مواضيع بس اجراءات امنيه عشان البقعه اللي هيتعمل فيها الحفله ديت بقعة أثرية وكده، فالناس قلقانين شوية فعادي يعني. بس الكلام دلوقتي داير إن أنت طلعت تصاريح. طب أنت يا نقابة يا باشا، مادام مش قد الحفلة ومادام ما تعرفش الشخص، بتطلع التصريح ليه؟ رخصنا الحفل. لا أنا أعرف في الوقت ده ترافيس سكوت. يعني كان إيه مغري في الموضوع خلاك تطلع التصاريح في الأول؟ مادام أنت ما تعرفش أو لا تفقه شيء عن ترافيس سكوت، ولا تفقه شيء عن ألبوم يوتوبيا، ولا تفقه شيء عن موضوع الماسونية، ولا تفقه شيء. ما احنا مش هنيجي نفوق بعد ما المصيبة نقع فيها. الموضوع كله ان المغني عامل حالة وعامل جو خاص بيه وبالألبومات بتاعته، وان هو بيتبع اليوتوبيا وبيتكلم بالاسلوب دوت. بس الراجل طلع وعلق لما الناس افتكروه ان هو من عبدة الشياطين والعياذ بالله، او من الناس ديت. الراجل رد قال لا، انا راجل مسيحي متدين وماليش علاقة باللي انا بغنيه وماليش علاقة باللي انا بقوله. زي بالظبط كده الاستاذ الفنان محمد رمضان، هو راجل ممثل مالوش علاقة بالاجيال اللي طالعة اللي هي بتحاول تقلده. فانا الصبح جعفر العمدة وبالليل في 3-4 نايمين في حضني في كليب عادي. انا راجل فنان متاح لي ان اعمل اي حاجة، والنقابة واقفة في ظهري، والنقابة بتسمح لي ان انا مادام وصلت للمرحلة ان انا ابقى واجهة للشباب، فلازم اقومهم واقول لهم ان انا لازم لما ابقى معايا فلوس انام على السرير وفي حواليا 3-4 موديلز. هو ده الواجهة الصح. لكن ان انا ابقى امريكي مثلا وعندي نظام حفلة وعندي نظام انا ماشي عليه، فلا لا، انت كده مش هتمشي معانا، والموضوع عندك مقلق، والحفلات بتاعتك فيها ناس بتموت. الحفلات بتاعتي فيها ناس بتموت. طب ما انت في ماتش كورة كان عندك ناس بتموت. هل ما نمنع الجماهير خالص؟ منعين الجماهير خالص، وكل مرة بنرجع فيها الجماهير بيبقى الشكل من حلو لأحلى. بس الفكرة في ايه؟ ان انت عندك في البلد ان اي حاجة انت عاوز تخلي مسؤوليتك منها بتقولك دواعي امنية. هو ايه موضوع الدواعي الامنية اللي كتر بقاله فترة ده؟ والدواعي الامنية ده ما بيجيش غير مع فئات معينة، ناس معينة. يعني انا بصراحة صادمني موضوع حفلة ترافيس سكوت انها تتلغي، وصدمني اصلا ان انت، طب انت مادام ما تفقهش شيء عن الراجل، مادام يا نقيب الموسيقيين ما تعرفش مين ترافيس سكوت وما تعرفش مين المغنيين وما تعرفش مين الفنانين وما تعرفش، انت ما تعرفش حاجة. طب انت سوري، مين المفروض يعرف؟ انا المفروض اعرف؟ مين اللي المفروض يبقى عارف؟ انت بتمضي على التصريح ليه؟ بتوافق على التصريح ليه؟ ولا انت السوشيال ميديا بيحركوك؟ وغير كده ولا كده، مشكلة ويجز ينفع يبقى انت عندك مغني مصري بين شوطين نهائي كاس عالم، اكتر مباراة بتتشاف في العالم كله، يغني بين الشوطين والحفلة ما تتصورش عشان حضرتك مش مدي تصريح؟
للفنان وهتوقع عليه عقوبات وفلوس وبتاع. شاب لسه عنده 23 سنة العالم كله عايز يتفرج عليه وحضرتك مش عامل له كارنيه نقابة. دي شجاعة يعني وشطارة؟ المفروض النقابة هي اللي بتساعد ولادها عشان يعرفوا ينجحوا بره ويعرفوا يقولوا ان مصر بتطلع حاجة كويسة. انما انت كنقابة بتعرف تدي تصاريح لحمو بيكا وبتعرف تدي تصاريح لحسن شاكوش وبتعرف تدي تصاريح للناس اللي من الاخر من وجهة نظرك هم دول الفنانين. لكن الناس اللي فعلا بيحاولوا يقدموا نوعا ما فن جديد على ودنك فانت ما بتقبلش بيه. الناس اللي بيقدموا نوع جديد من المزيكا وعلى فكرة ليهم شعبية كبيرة جدا، يعني واحد زي مروان بابلو اللي انت بتقول عليه مروان بابلو هو اصلا واخد الستايل بتاعه من ترافيس سكوت. انت عندك مشكله مع الجينيريشن الجديد او الجيل الجديد اللي طالع بيسمع ناس كتير، عندك مشكله ان انت مش عارف تواجه الجينيريشن دوت او تواكب العصر دوت وتعرف تاخد وتدي في الكلام معاهم وتبقى فاهم دماغهم وبتعرف هما بيسمعوا ايه. فيبقى انت كده عندك مشكله في الكرسي اللي حضرتك قاعد عليه. يبقى حضرتك كده لا تليق كنقيب موسيقيين مع احترامي الكامل ليك. لان انا مش شايف بصراحه ان من المنطقي او من الرد الاحترافي للشخص المسؤول عن منظمة كاملة او عن منظومة كاملة ليها علاقة بالغنى يبقى الرد الاحترافي بتاعه اصلا انا جالي كلام وجالي اخبار ان الشخصية اللي انا وافقت ان انا اطلع لها تصريح بيموت عندها ناس في الحفلات، مع ان الحصل دوت حصل من سنين كتير جدا، كانت في حفلة قديمة ومن شدة التدافع بتاع الناس. يعني الراجل ده شعبيته كبيرة جدا، طبيعي ان في ناس ماتت، خصوصا ان هم هناك بيسمحوا بمشروبات كحولية وبيسمحوا بحبوب هلوسه حاجه ملناش دعوه بيها، فبيسمحوا اصلا ان هم بيبقوا في حاله لا وعي وهم في الحفل. والراجل رحب قال انا ما عنديش مشكله بس اعرف ايه المطلوب مني عشان اوافق عليه، يعني ايه الدواعي الامنيه اللي المفروض نعملها، ايه الحاجات اللي المفروض ما اعملهاش وانا موافق بس اسمع من حد. انما احنا بصراحه بنتعامل مع الوضع بشكل غريب وبقت اللي بنا في بقنا دلوقتي كلنا لجان الكترونيه. وانا مش فاهم هو احنا هنفضل في الوضع ده لحد امتى؟ هنفضل في وضع اصل انا ماليش دعوه انا مش مسؤول، امال مين مسؤول؟ ده بقى الوضع في جميع المسؤولين في البلد دلوقتي. حتى في نادي الزمالك مين مسؤول عن نادي الزمالك؟ من ساعه ما مستشار مرتضى منصور المعزول ما اتحكم عليه مرتين ورا بعض ان انت مالكش علاقه بالنادي، انت ظاهر في الصوره ليه؟ هو احنا بلدنا خلاص ما بقاش فيها قانون؟ هو احنا بلدنا خلاص ما بقاش فيها ضبط ورق؟ هو احنا خلاص بقينا كلنا مستغربين ومبرقين ومش فاهمين ايه اللي بيحصل حوالينا وايه اللي بيحصل في الدنيا؟ فانا مستني اسمع رايكم في الكومنتات في موضوع ترافيس سكوت، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. كلام على ايه؟